ايه اللي بقى طلع قصه ان منتخب مصر عنده لعيبه كبيره السن وتحديدا الشناوي؟ في تصريحات ومصادر، وريني كده يا جماعه. لا انا عايز في تصريح طلع الاول بيتكلم عن الشناوي اهو. بص، قبل ما اتكلم على الكابتن ابراهيم حسن يا جماعه، في تصريح كده يعني منسوب لمصدر مجهول، ده مش مهم. في تصريح نسب لمصدر كده معين، قال لك انه علمنا انه الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم والجهاز الفني بيجهز مفيش حد فوق السن نهائي غير صلاح وتريزيجيه، فوق ال 30 مش فوق السن، فوق ال 30 خالص. ليه يا ابني؟ ليه؟ وهو يعني مين اللي فوق ال 30 عندنا؟ وريني كده اللي فوق ال 30 عندنا، القصه دي عايز اشوفها اهو. مين اللي فوق ال 30 عندنا؟ انا مش شايف كويس من هنا. ادي محمد صلاح اهو على اليمين، اللي على اليمين ده محمد صلاح وعمره 34 سنه. تريزيجيه 31 سنه و8 شهور. احمد سيد زيزو 30 سنه ونص، بقى كبير يعني 30 سنه في الزمن اللي احنا فيه في الكوره دلوقتي، اللي بيلعبوا في لغايه 40 سنه. ده كريستيانو رونالدو كابتن البرتغال عنده 40 سنه، ده ميسي عنده 38 سنه، بقى 30 سنه النهارده كبير. حمدي فتحي 31 سنه و9 شهور. مهند لاشين 30 سنه. مصطفى فتحي 33 سنه. محمد حمدي 31 سنه وشهرين. ياسر ابراهيم 33 سنه و4 شهور. رامي ربيعه 33 سنه. محمد هاني 30 سنه ونص. والشناوي 37 سنه و6 شهور. ايه ده؟ طب انا هقول لكم على حاجه. جبنا منتخب الارجنتين دلوقتي اعماره قد ايه؟ منتخب الارجنتين بطل العالم، رايح يلعب كاس العالم اللي جاي في امريكا، وهو ايه؟ حامل اللقب. وريني كده يا كابتن اهو. ادي منتخب الارجنتين. بص يا سيدي، مارتيز اللي على الشمال ده 33 سنه. بعديه مولينا 28 سنه. مونتيل ده 29 سنه، يعني قد زيزو، بقى اصغر من زيزو بسنه، يعني يبقى كبير. روميرو 28 سنه. ده حتى محمد هاني حاطينه 30 سنه، كبير. مارتينيز 28 سنه. دي بول 32 سنه. اسمه لاكون، اسمه ايه؟ اكونيا 34 سنه. اكونيا. تاليا فيكو ده 33 سنه. بارديس 32 سنه. رودريجو دي بول 32 سنه. لوسيلسو 30 سنه. ميسي 39 سنه، هيبقى في كاس العالم في امريكا هيبقى عنده وصل 39 سنه. ديبالا 32 سنه. الله، طب ما هو يعني مين في مصر احسن من زيزو اللي انت حاطه في القايمه ده كجناح، او من تريزيجيه، او من صلاح، او من احسن من رامي ربيعه اللي السوفا سكور امبارح مختاره هو وصلاح بس في منتخب افريقيا في البطوله. رامي ربيعه من احسن 11 لعيب في البطوله فيهم رامي ربيعه، بس رامي ربيعه دلوقتي عنده 33 سنه. ياسر ابراهيم احسن مدافع مصري 33 سنه. محمد حمدي كده كده مش هيلعب يا عم، ارتاح، رباط صليب، ربنا يشفيه يا رب. والشناوي هي اللقمه اللي في الزور في الشناوي 37 سنه. خلوا الكابتن ابراهيم حسن يطلع يعمل تصريح وينفي الكلام الفارغ اللي بيتقال ده. انا بقول عليه كلام فارغ لان دي قدرات بدنيه وفنيه، ومش بالكلام في الهوا، دي قياسات واداء وشغل. اي واحد من دول شيله، هتجيب مين مكانه؟ يعني مين افضل من ده في المونديال؟ ولا هي القصه ان انت عايز تخبط المنتخب في الحيطه؟ كابتن ابراهيم حسن قال لك لا اساس من الصحه لهذه الاخبار المتداوله بشان استبعاد الشناوي وعدد من اللاعبين الذين تخطت اعمارهم ال30 عاما عن قائمه منتخب مصر في كاس العالم. نحن كجهاز فني لم نتطرق مطلقا للحديث في هذا الامر. الشناوي حارس مميز وقدم الكثير لمنتخب مصر. وبعدين الشناوي يقعد عشان مصطفى شوبير يلعب؟ طب ما نشوف في الاهلي الاول. طب هنفترض ان الجهاز الفني للمنتخب حتى عايز يقعد الشناوي، طب وينفع منتخب مصر حارس المرمى بتاعه ما يبقاش اساسي في ناديه؟ السلام عليكم. طيب ماشي، مفيش مشاكل يا جماعه، وماله، انا موافق نستبعد الحضري، نستبعد محمد الشناوي وكل اللعيبه اللي في المنتخب اللي فوق ال30 سنه، وماله.
بس برضو كمان نستبعد المدرب اللي ما بيعرفش يدرب، اللي مالوش فيها، اللي ما عندوش اي فكرة، اللي دماغه في التدريب زي دماغه من فوق التدريب. يعني عايز اقول ان افكاره التدريبية زي قرعته بالظبط. ان كنا عايزين نصلح بقى، لو انتوا جبتوا احسن لاعبين في افريقيا وعينتوا عليهم حسام حسن مدير فني، والله ما هتعملوا اي حاجة، هتكون الفضيحة كبيرة برضو في كاس العالم. مشكلة ان احنا مش عارفين نحل ازاي. السكريبت اتوزع على كل الاعلاميين المنافقين، جت اوامر ليهم ان خلاص كويس كله يقول نفس الكلام، اللي عمله حسام حسن كفاية، اللي عمله حسام حسن انجاز، اللي عمله حسام حسن هو ده اللي نقدر عليه، ما نقدرش نعمل احسن من كده. كله بيقول نفس الكلام، اللي بيطلع بس في منصته الخاصة هو اللي بيقول الحقيقة، انما القنوات الرسمية كله بيقول نفس الكلام، اوامر وتعليمات ان كله يقول نفس الكلام. ليه؟ هم مش عايزين يجيبوا مدرب محترم ومستوى عالي لمنتخب مصر. هم ما يهمهمش منتخب مصر، هو عندهم تعليمات ان الناس دي، ان حسام ده يكمل مع المنتخب، بيقولك على قد فلوسنا. وفي الاول في الاخر هم مش عايزين منتخب مصر يعمل انجاز في كاس العالم، هم عايزين يفضل الجدل مصار حوالين منتخب مصر، ما يعملش اي انجاز في كاس العالم. انتوا تعرفوا ان احنا ما حققناش ولا فوز في كاس العالم في تاريخنا نهائي. مصر لم تحقق اي فوز، تعادل او خسارة، لكن ما حققناش اي فوز في تاريخنا في كاس العالم. امتى بقى هنطلع من عباءة التمثيل المشرف ونخش في الناس اللي بتعمل انجازات محترمة في كاس العالم؟ على الاقل نصعد للدور الثاني. بس الدور الثاني اللي انا اقصده مش ال 64 فريق يخشوا مع ال 32، انا اقصد الدور ال 16 زي ما الناس المحترمة بتعمل، على الاقل انجاز. في دول افريقية كتير سبقتنا وصلت لدور الثمانية، والمغرب وصلت للدور قبل النهائي. لا، انما مصر اللي هي اقدم اتحاد افريقي في افريقيا ومن المؤسسين الاتحاد الافريقي لم تحقق اي انجاز في كاس العالم، اي انجاز يذكر، سواء التأهل للدور الثاني او حتى تحقيق اي فوز في كاس العالم. كله بيهمه مصلحته الشخصية، سواء كان اعلامي او مسؤول عن الكرة المصرية، لكن الحقيقة محدش بيقولها. مصر محتاجة مدرب ذو شخصية قوية، وهو اللي يحدد بقى مين من اللاعبين اللي يستحق الاستمرار او ما يستحقش الاستمرار، سواء كان من الاهلي او من الزمالك او من الاسماعيلي او ايا كان. الحقيقة الكلام ده بيفكرني برغم ان انا اهلاوي بموضوع ان الاهلي عنده ناشئ قوي جدا جدا ورايح يجيب لاعب بملايين عشان يلعب بديل لمحمد هانش. ايوه بكلمكم بجد، اللي هو احمد عيد، اللي هو هيلعبوه بديل لمحمد هاني. طب بديل لمحمد هاني وانت عندك اصلا لعيب في الناشئين اقوى منهم بكتير، اقوى من محمد هاني واقوى من احمد عيد. الاهلي دلوقتي الحقيقة اصبح فيه مؤشر خطير جدا، ما بيديش فرصة جيدة للناشئين الكبار الاقوياء ان يشاركوا مع الفريق الاول، وبيجري يعمل لهم اعارة بيع وبيشتري لاعب جاهز من اي فريق اخر يجربه موسم ويرميه. الاهلي ما كانش بيعمل كده، الاهلي كان ماسكه مانويل جوزيه بمناسبة المدير الفني، صعد عماد متعب، وعماد متعب في نفس السنة اللي صعد فيها 2004 اخذ هداف الدوري. الاهلي كان بيقدم حسام غالي ايام الكابتن طارق سليم ما كان مدير الكرة. حسام غالي كان ناشئ وكان قدم احلى مستوى. الاهلي صعد لاعبين كبار جدا من الناشئين، كان عنده قطاع ناشئين قوي، ولذلك الاهلي كان دايما بيحافظ على الاجيال جيل ورا جيل. لكن الحقيقة النهج بتاع شراء اللاعبين الجاهزين مؤشر خطير جدا على مستقبل النادي الاهلي، بالتبعية منتخب مصر.